اهلا بكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. النهاردة هنتكلم عن غلق قناة مصرية في باريس للمرة التانية، وعن التعليق اللي وصل لمدام عبير بخصوص الانذارات اللي راحت لها برضو على القناة الجديدة. انا بس عايزة اقول كلمتين للناس اللي بتعمل كده. هو انتوا ربنا فين من حياتكم؟ انتوا ربنا فين من تصرفاتكم؟ ما يدفعش فلوس ويقفل قنوات ويقطع رزق غير الإنسان الضعيف واللي محروق قوي من اللي قدامه، وعارف ان اللي قدامه بيقول كلمة الحق فمش عايز صوته يوصل. ملهاش معنى تاني، لان 1+1=2 طول عمرها ما هتساوي 3 أو 4 أو 5. لولا ان كلام مصرية في باريس وجعكوا قوي، لولا ان انتوا بتعملوا كده وبتدفعوا فلوس عشان تقفلوا القناة زي ما قفلتوا القناة الكبيرة، عايزين تقفلوا القناة دي كمان. ولسوء حظكم ان انتوا واقعين قدام انسانة مش فارق معاها بدل القناة 2 و3 و10 زي ما قالت امبارح، وزي ما قالت ان هي قصاد قناتها دي ال4 قنوات بتوعك يا مغتربة في باريس. هو مش حضرتك برضو اللي في يوم من الايام كنتي عاملة فيديو وبتقولي ان القناة بتاعتي دي انا ما باخدش منها حاجة، واتفقت انا وزوجي لما كنتي على ذمة استاذ رضا ان كل اللي هيجي منها طالع لله؟ فانتي برضو قناة مصرية في باريس كان كل اللي جاي منها اسفة طالع لله. فانتي ما وجعتيش مصرية في باريس، انتي وجعتي الناس اللي كانت بتسترزق من ورا القناة دي. والمرة دي مصرية في باريس مش ناوية تسكت. المرة دي مصرية في باريس حتى لو اختلفنا معاها في طريقة الكلام او في الكلام اللي بتقوله، اوقات بيبقى مباح قوي او ان هو بيبقى صريح زيادة عن اللزوم، بس هي بتقول الحقيقة. زي ما قالت في فيديو من الفيديوهات ان عريس بنتك من السنغال، وطلع فعلا من السنغال. زي ما قالت ان بنتك اتجوزت في شهر 6، وطلعت اسمها ايه دي اللي بتطلع دي، مش عارفة دكتورة من انهي اتجاه، وقعت بلسانها وقالت ان الفرح كان في شهر 6، واتهمت استاذ رضا ان هو اللي سرب المعلومات. فلولا ان هي بتقول الحقيقة، لولا ان هي وجعاكوا قوي، وده اكبر دليل على انها فعلا انسانة بتقول الحقيقة وبتقول الصراحة وجايبة معلوماتكم من الاخر. فعشان كده انتوا عايزين تسكتوا صوتها، زي بالظبط ما عملتوا مع استاذ محمود صاحب قناة الفرعون المصري لما طلع الفويسات بتاعت الناس اللي بتغريب الفلوس وبالدعم على السوبر شات عشان يسكت. بس هتسكتوا مين ولا مين؟ كل يوم حقيقتكم بتطلع، وكل يوم حقيقتكم بتبان عن اليوم اللي قبله. وكل ما بتعملي فيديو تطلعي ترقصي فيه كل ما بنعرف ان وراه مصيبة. يعني اقول ايه؟ ما دعاية بقى، دعاية لازم ترقصي وتتنططي وتلفي شمال ويمين وتتهزي قدام الكاميرا. عيب عيب، انت مش صغيرة، عيب انت كلها كام شهر وتبقي جدة. يعني ده لما البنات الصغيرة بيعملوا كده الناس بتلوم عليهم، ما بال انت مش صغيرة يا مدام. داعية بقى مش داعية اللي بتعمليه خارج الشرع وخارج الدين وخارج العادات وخارج التقاليد وخارج كل حاجة. زي ما انتوا شايفين كده قدامكم اهو. عايزة انذارات تاني ولا كفاية وبيضحكوا عشان يضايقوا الست؟ ليه؟ كل ذنبها في الحياة ان انت غيرتي منها؟ كل ذنبها في الحياة ان الراجل قال كلمة حق في حقها؟ كل ذنبها في الحياة انها حلوة؟ لو انتي راضية وجواكي سلام نفسي عن اللي ربنا اداهولك ورزقك بيه من لون لشكل لملامح، عمرك ما هتعملي كده. وحطي في اعتبارك انتي وكل اللي حواليكي ان اللي باع الناس دي بالفلوس ممكن يبيعك لو حد زود له قرشين. ما اللي بتحركوا الفلوس اي حد يقدر يحركه، اللي بتحركوا المادة اي حد يقدر يحركه، مش انتي بس، انتي مش ملكاه. وحسب ما سمعت لما قالت الست المحترمة البهدورة ان هو قال قبل كده الشخص ده انا فارق معايا الفلوس، فتخيلي ان لو حد زود له قرشين هيبيعك.
واقسمت بالله مصرية امبارح ان قناتها قصاد قنواتك وقنوات ولادك وهتبتديلك بالكبيرة. طب ليه؟ ليه قطع الارزاق؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. ليه تقطعي رزق ناس كانت بتستفاد من ورا القناة دي؟ انتي يعني فعلا اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. انتي انسانة محراق شر، حرفيا انتي محراق شر. ليه ما تقعديش في حالك؟ ليه ما تشوفيش محتوى تقدميه؟ طلعتي برضو من كام يوم في العربية وكنت بتتكلمي عن جواز بنتك وعن التجهيزات وعن وفجأة دخلتي على جوزك او طليقك، وكل اللي انت عملتيه نسبتيهوله هو. كل اللي انت عملتيه نسبتيهوله هو، مع ان استاذ رضا والناس ترجع للفيديوهات تاني وترجع ورا شوية ما ابتداش يتكلم غير بعد 3-4 فيديوهات منك انتي. ولحد النهاردة هو ما اسأش ليكي ولا غلط فيكي، لحد النهاردة ما غلطش فيكي بكلمة، بس حقه انه يطلع يدافع عن نفسه، حقه انه يطلع يحمي عرضه. لما سيرة بناته تيجي وسيرة امه وسيرة اخواته حقه انه يطلع. هتقعدوا تقولوا بيتلائم، ده بيمثل، ده بيعمل، احنا لينا اللي قدام الكاميرا. اللي قدام الكاميرا راجل محترم، اللي قدام الكاميرا راجل رزين موزون في كلامه، بيعمل للكلمة مليون حساب قبل ما تطلع منه. كل الناس اللي قالت ان رضا خيب ظننا وما اتكلمش، رضا المحامية نصحته انه ما يتكلمش في اي حاجة، هي اضرب شغلها، يمكن كلامه هيخسره حاجة في القضية. احنا مش فقهاء في القانون، اكيد في حاجة هتخسره حاجة في القضية، فمش معقول نطلع نلوم ان هو رجع في كلامه وما تكلمش. هو اضرب حاله واضرب مصلحته، وبعدين المواضيع كلها على عينك يا تاجر وكلكم شايفين الدنيا ماشية ازاي، فمحدش يلوم عليه. اتقوا الله شوية، اتقوا الله في نفسكم وفي اللي حواليكم، وبطلوا اذية. كل واحد ينتبه لنفسه وينتبه لمحتواه، وانت اللي هترجعي تعيطي على اللبن المسكوب، لان داين تدان. افعل يا ابن ادم ما شئت كما تدين تدان. انت اللي بعد كده الندم مش هيفيدك، لو اتأذيتي وقناتك اتقفلت هتدوقي من اللي انت دوقتي الناس منه، وبتطلعي بدور الملاك البريء اللي ما عملش اي حاجة. التمثيل مش هينفع لان الناس مش عبيطة، وكل اللي انت بيدافعوا عنك دول مغيبين لان حقيقتك واضحة باينة، عينيكي مش مريحة، تصرفاتك ما فيهاش اتزان نفسي، فيكي حاجة مش طبيعية. وانا لما بقول كده انا مش بهينك او قصدي اضايقك، بس انا بقول الحقيقة. تصرفاتك مش طبيعية، في حاجة فيها في تصرفاتك وفي نظرات عينيكي وفي حركاتك مش مظبوطة ومش طبيعية. فبطلوا أذية وفوقي قبل فوات الأوان، لأن قناتك ما شاء الله كبيرة مش صغيرة، ولو اتقفلت هتتوجعي قرشين زيادة عن اللي انت بتدفعيهم، وكل اللي عملتيه هيتهد. كفاية أذية، انت بتطلعي تقولي قال الله وقال الرسول، اعملي باللي انت بتقوليه. وكفاية سيبي عبير في حالها، بعتولها برضو انذارات تاني على القناة الجديدة تاني، والست محترمة جدا واخلاقها عالية جدا، ما طلعتش ردت ولا طلعت اتكلمت. وكل اللي بيدخلوا يشتموا قنوات النقد ما عندهمش ذمة ولا عندهم ضمير. اتقوا الله، اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. اللي بتطلع تقولي دي غيبة ونميمة خليكي في حالك. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل، وياريت اللايك بعد اذنكم عشان يرفع الفيديو يتشاف. واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.